اليوم سفرتنا مختلفة من محافظة طرابزون التركية إلى محافظة سامسون، 324 كيلو. خليكم ويانا برحلة راح تستغرق حوالي 4 ساعات من محافظة طرابزون إلى سامسون. بدت رحلتنا من سواحل طرابزون الجميلة متجهين إلى محافظة سامسون. طبعا بالطريق راح تشوفون مناظر الغروب رهيبة، خاصة إذا طلعتوا في فترة العصر تشوفون فد مناظر صدق من الخيال، غروب للشمس يخبل مو طبيعي. المناظر تشوفوها بالطريق مناظر خلابة، أجمل شيء هو غروب الشمس تشوفوه إذا طلعتوا في فترة العصر، بحيث بالطريق راح تصادفون غروب الشمس على شواطئ البحر الأسود. فد شيء من هذا اللي يحبه قلبكم. اليوم رحلتنا راح تكون حلوة مدام بدت بهيك مناظر حلوة. خليكم ويانا إلى محافظة سامسون. هنا وصلنا إلى محافظة غريسون. طبعا محافظة غريسون نفس ما تشوفون كاتبين هناك على الجبل اسم المحافظة، فد محافظة جدا نظيفة وحلوة وجذابة. هنا وصلنا إلى محافظة أوردو. طبعا محافظة أوردو غنية عن التعريف بجمالها وجمال سواحلها، خاصة الكورنيش مالتها يضربون بيه المثل بالجمال والنظافة. خلي أشوفكم إياه، فد كورنيش كلش حلو ونظيف، خاصة فترة المساء العالم تتمشى بيه. وهنا عندكم التلفريك نفس ما تشوفون، ديك محطة التلفريك فوق يجيبك من الجبل إلى وسط المدينة. طبعا طريق البحر الأسود وخاصة اللي من طرابزون إلى سامسون راح تشوفونه هواي أنفاق، بس أنفاق كلش تونس وحلوة. وهنا بالليل وصلنا إلى محافظة سامسون. طبعا محافظة جدا جميلة وكبيرة مو صغيرة. فأول شي نسويه أكيد نروح ناكل فد شي. أول شي أكلناه رحنا جربنا شوربة الباتشا، وقعدنا الصبح وتمشينا في شوارع سامسون. نفس ما تشوفون على جهة اليمين هذا القطار. المواصلات بسامسون كلش حلوة، لأنه موجود هذا القطار اللي يفوت بوسط المدينة. تقريبا تختلف عن طرابزون لأن طرابزون ما بيها قطار. فعجبتني شوارع سامسون ونظافتها والمواصلات مالتها. شارع مخطط وحلو ونظيف، والبنايات نفس ما تشوفون والأشجار والخضار. صدق المدينة تستاهل الزيارة وجدا جميلة. تشوفون على الجزرات الوسطية دائما زرع وورد وفد ترتيب كلش حلو، تحسون التبليط عبالك جديد، بحيث المدينة كلش نظيفة وعجبتني. شوارع سامسون كلها نفس ما شفتها نظيفة وحلوة، وبيها ساحات خضراء بهذا الشكل تكون. جوامعها كلش حلوة، موجود على الساحل يمشي اللي هو القطار نفس ما تشوفون المحطة مالته صايرة هنا. فشوارعها كلش حلوة، مدينة جميلة جدا تستحق الزيارة. ورحنا إلى منطقة شعبية اللي بيها المطاعم العراقية، يعني بدنا نشوف لنا مطعم نتريق بيه لأنه الدنيا صبح وبعد العالم ما فاتحة. لقينا بس هذا المطعم فاتح، راح ناكل يمه فلافل خبز عراقي نقرط بيها قبل ما يسوون لنا الريوب. اخذنا لنا استكان شاي واجانا الريوب، كبه على فلافل على باذنجان على بطاطا. وضروري من تجون السامسون لا تنسون تاخذون وياكم خبز وصمون عراقي اذا كنتوا بغير محافظه تركيه. وهسه صار وقت الغداء وقلنا ناخذ الصمون مالتنا ونروح ندور على مطعم عراقي. لقينا مطعم عراقي يبيع كباب استوى فاتح، فقعدنا وجابوا لنا مقبلات نجرب الطرشي والزلاطه مالتهم. الطرشي كلش طيب وعجبني. شوفوا شلون مكسر الكباب، نحبه قلبكم. وهسه ناخذ الصمون مالتنا ونرجع لديرتنا. واطمنكم وصلنا طرابزون بسلامه. تحياتي لكم ولا تنسون مشاركه الفيديو. في امان الله.